السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كمان يومين ان شاء الله بالظبط هنشوف النسخة التجميعي المحلي من عربية جيتور اكس 70 بلس. توكيلها الأسراوي هيجمعها هنا في مصر خلاص. تعالوا نتعرف على العربية في النسخة المستوردة منها، يعني طبعا النسخة التجميعي المحلي بنسبة كبيرة جدا هتكون 99% من مواصفاتها إن ما كانش 100% هي النسخة المستوردة بالظبط. تعالوا نتعرف على النسخة المستوردة، وكمان نعرف توقعات أو نعرف التسريبات بتاعة السعر اللي هتنزل بيها العربية التجميعي المحلي. جيتور اكس 70 بلس هي يعتبر هي اختها او النسخه يعتبر اقل منها حاجه بسيطه، اللي هي جيتور اكس 70. عربيه اس يو في 7 راكب. بالمناسبه يا جماعه هي دي سويست دي اكس 8، يعني هي برضو يعني بمعنى اصح العربيات دي اللي هي علامه سويست هي علامه، او عربيات سويست هي عربيات برضو جيتور، بس مع اختلاف العلامه مع اختلاف التصميم اللي بره. كنا اتكلمنا على حاجه زي كده قبل كده في فيديو بتاع سويست. وبرضو عشان علامه جيتور تبع علامه شيري، فعربيه جيتور اكس 70 بلس يعتبر بالمناسبه هي برضو شيري تيجو 8 برو اللي لسه مصورينها من كام يوم. يعني العربيه بتنزل بنفس الموتور اللي موجود في الشيري تيجو 8 برو، لو فاكرينه هنرجع له دلوقتي، اللي هو الموتور ال 1600 سي سي تيربو 197 حصان 290 نيوتن مع فتيس دول كلاتش 7 سرعات طبيعي ويت. هي منظومه الحركه اللي في شيري تيجو 8 برو. جيتور اكس 70 بلس عربيه اس يو في نفس المنصه بتاعه تيجو 8 برو، ونفس المنصه بتاعه برضو السو اس دي اكس 8 كوبيه، ونفس برضو التصميم بتاع العربيات دي اللي هي الشبكه الكبيره وبرضو الشكل الضخم. الطول بيكون 4 متر و75 سم، وطول قاعة العجلات بيكون 2 متر و74 سم. عربية كبيرة وهتلاقي مساحات من جوه واسعة، بس طبعا هي 3 صفوف من الكراسي، فبرضه مساحة الكرسي اللي وراني أو الصف التالت من الكراسي هيكون يكفي أكتر برضه للأطفال. عربية هتلاقوا برضه فيها يعتبر نفس المميزات أو نفس التفاصيل ونفس الأوبشن بتاع الشيري تيجو 8 برو. هتلاقي فيها فتحة سقف بانوراما، وهتلاقي فيها كمان 360 درجة وحساسات ركن قدام وورا، وفيها كمان الكومفورت اكسس، وفيها جنود 20 بوصة، فيها ازاز فاميه، فيها برضه الشنطه بتكون مساحتها زي التيجو 8 برو من ورا بتكون مساحتها قليله، لكن لو تيت الصف الثاني من الكراسي والصف الثالث هتاخد مساحه اكتر من 1900 لتر. هتلاقي برضه جوه العربيه الماتيريال بتاع الفرش جميل جدا، وهتلاقي برضه مساحات كويسه جدا بالنسبه للصف الثاني من الكراسي. وهتلاقي العربيه برضه فيها فتحات تكييف خلفيه، وفيها من قدام شاشتين لازقين في بعض، شاشه وسايط ابل كار بلاي واندرويد اوتو ولوحه عدادات وطاره مالتي وكراسي كهرباء. العربيه دي يا جماعه حلاوتها انها ايه؟ لو انت مش عاجبك شكل مثلا التيجو 8 برو، لا هتروح لدي. لو انت مثلا شايف مثلا في مشاكل من التوكيل بتاع غبور، لا الاسرار مثلا ما فيهوش مشاكل، هتروح لدي، وهكذا. خلاص التوكيل هيقدمها كمان يومين، يوم الثلاث الجاي ان شاء الله. يعني الاسعار بقى المتوقعه ايه؟ هو بيتكلموا ان طبعا النسخه التجميع المحلي هتبقى اقل من النسخه المستورده ما لا يقل عن 150 الف. يعني النسخه المستورده هتلاقيها بسعر مليون 400 وشويه، بالظبط مليون 479 الف. فطبعا التجميع المحلي هيبقى اقل من كده، ممكن تنزل في رينج مليون 350، وممكن برضو يعني تتجاوز حاجه زي كده ممكن توصل لمليون 400. فكده يا جماعه لو نزلت بالسعر ده هتبقى ارخص من النسخه المستورده او النسخه الصيني، فارخص مثلا ب 100,000. هتبقى ارخص كمان من التيجو 8 برو اللي سعرها مليون 700، فهتبقى ارخص تخيل 300,000. فبالنسبه لك مش هتروح لها بس عشان خاطر هي توكيل تاني، عشان خاطر هي تصميم تاني، لا هتروح لها عشان خاطر هي سعر تاني اقل. وكمان العربيه دي لو نزلت بالسعر ده في رينج انها تكون عربيه اس يو في 7 راكب بمليون 400، لا مفيش تقريبا في السوق يعني اس يو في 7 راكب بمليون 400. على فكره يا جماعه السعر ده هيبقى رهيب جدا. اللي عايز عربيه 7 راكب بالامكانيات دي بالماتيريال ده بالكلام ده كله، لا هيروح لها طبعا وش. لكن برضه تفضل نقطه ان ايه، يعني عربيه جيتور فيها نقطه كده مش حلوه، وهي ايه؟ ان في شكاوى من الملاك بتوع عربيات جيتور كلها ان في استهلاك بنزين عالي. بتتكلم ان في عربيات بتستهلك بنزين لحد 11 لتر و12 لتر كمان، فاستهلاك البنزين في العربيات دي بيقولوا ان هو عالي. لكن منظومات الحركه متجربه في العربيات دي كلها في الصيني عامه كله معظمه بينزل بنفس منظومه الحركه اللي في العربيه دي، والماتيريال والخامات والاوبشن والكلام ده كله، لا الحاجات دي كلها عاليه مفيش منها اي خوف. عامه هنشوف التسعير هيبقى كام الفتره الجايه ان شاء الله لما تنزل، وان شاء الله لما تنزل هعمل لكم فيديو مفصل عنها. بس كده لايك وشير وسبسكرايب، ونتقابل ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.